جوتيوب. لإعلاناتكم يرجى التواصل مع الفان جروب. اهلا بيكم في اول حلقة من الموسم الثالث من جوتيوب. في الموسم الثاني اتكلمنا عن كل الاحداث اللي حصلت في مصر بعد 30 يونيو، من اول ما الهام شاهين عملت منصة في ميدان التحرير لحد ما السيسي حفر على الناشف. ما سيبناش حاجة ما اتكلمناش عليها، لدرجة ان احنا في الموسم ده مش عارفين هنتكلم عن ايه. الاحداث كلها متكررة، نفس المشاكل، كهرباء بتقطع، الاقتصاد في الضايع، لسه في ناس بتموت، لسه في ناس بتسأل سيسي ولا مرسي، مشروع قناة السويس والمحن والعلاج بالكفتة والمصالحة، لا مفيش مصالحة، التفجيرات والعساكر اللي بتموت. ايه ده كله؟ ايه الاحداث اللي حصلت في مصر دي كلها؟ مين اللي وصل مصر للمرحلة دي؟ علشان نجاوب لكم على الاسئلة دي كلها كنا محتاجين نجيب لكم الموضوع من الاول خالص. هو اكيد الجيش مظبط حاجه، مش معقوله هيسيبنا كده. انا بسأل نفس السؤال، هتسيبونا كده؟ يعني خلاص كده بعد 3 اسابيع وتسحب قواتك وتمشي كده من دولة مدنية لدولة دينية، من دولة بلا بدستور حتى لو كان خارب لدولة بلا دستور؟ هل هذه هي مسؤوليتك الوطنية؟ هل دي يعني المسؤولية التي ألقاها عليك الشعب؟ أوجه السؤال ده لسيادة المشير حسين طنطاوي. تعالى كده حط نفسك مكان الجيش ولميس الحديدي بذات نفسها بتوجه لك نداء، هتقول عليك لميس. وبعدين انت عارف يعني ايه 3 اسابيع في عمر الشعب المصري؟ يا جماعه الشعب المصري يا دوبك يستحمل الهكسوس 100 سنه والانجليز 80 سنه ومبارك 30 سنه، هيقدر يستحمل الرئيس اللي انتخبه 3 اسابيع؟ وبعدين على فكره اللي انتوا بتفكروا فيه ده مش حقيقي خالص، لا 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 مش مقتنع. انت عايز تقول لي ان الجيش راح جاب لميس وقال لها تطلع على التلفزيون وتوجه له نداء؟ لا يا عم، يا عم قول كلام يخش الدماغ. ده انت بقى ناقص تقول لي ان الجيش راح جاب ناس تانية وقال لهم برضه اطلعوا على التلفزيون واعملوا زي ما لميس عملت. لا 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 لا، انا عمري ما اصدق الكلام ده. بكره البلد نقطتين: تدخل الجيش واجب وطني. نطالب القوات المسلحة باستبعاد الإخوان. زي ما في انقلاب على الدستور يبقى في انقلاب عسكري ضده. على فكره وزير الدفاع الجديد اللي جه ده انا قعدت معاه 3 ساعات واتقال لنا اغرب حاجه في حياتنا ممكن حد يعني يسالنا فيها: انتوا ايه رايكم نعمل ايه؟ تقريبا كده مصر كلها كانت عارفة ان هيحصل انقلاب، ما عدا فصيل واحد هو اللي ما كانش يعرف، يمكن علشان لسه جديد في السياسة او مش معانا في المشهد، او يمكن مش مهتم علشان هو اصلا مش طرف في الصراع: الاخوان. انت ما انتش قادر تستوعب الموقف؟ في رز بلبن. رز بلبن ايه بس؟ انا نفسي سالت واحد صاحبي اخوان، قلت له يا ابني انا شامم ريحه انقلاب عسكري هتحصل في مصر. قال لي بص، الاخوه اللي فوق فاهمين ومظبطين كل حاجه. قلت له ايوه بس السيسي ده يعني شكله كده. قال لي بص، الا السيسي ده بتاعنا احنا اللي جايبينه. قابلت صاحبي ده بقى بعد الانقلاب، قلت له ها يا معلم. قال لي يا عمو يعني مرسي كان هيعمل ايه؟ دول هم يدوب 48 ساعه. قلت له يعني مرسي مش عارف هيعمل ايه؟ وائل ابواشي هو اللي كان عارف. طب لو أقدم على عزلك يا سيادة المشير أنت وقادة الجيش، ما الذي كان سيحدث؟ المشكله بقى ما كانتش في سؤال الابراشي خالص، المشكله كانت في اجابه السيسي. طب لو أقدم على عزلك يا سيادة المشير أنت وقادة الجيش، ما الذي كان سيحدث؟ مش عارف. اهو الراجل مش عارف اهو. يلا بقى يا مرسي بقى اعمل اي حاجه، يلا ها اديله بقى ولا. احنا عندنا
احنا عندنا رجاله زي الذهب في القوات المسلحه، زي الذهب. ايه جو 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 في رز بلبن. رز بلبن ايه بس؟ كل ما نقول له يا مرسي يا مرسي يا مرسي انت رئيس الجمهوريه، اللي هو الراجل اللي بقى فوق ده، اللي هو اعلى منصب في الدوله، اللي هي الناس كلها تحته، يا مرسي يا مرسي انت الرئيس، يعني اعمل اي حاجه، يعني اي حاجه. في رز بلبن. لك ان تتخيل بشاعه المشهد، لا مرسي كان عارف ولا السيسي طلع عارف، بس خلاص احنا في امر واقع. السيسي عمل انقلاب وحبس مرسي وضيع الكتالوج. بعد ما مسك البلد لك هعمل ايه بقى؟ نشرة أخبار جوتيوب. مساء الخير. من على جريدة اليوم السابع، رئيس المترو بيقول سنزود المترو بشاشات عرض وموسيقى لراحة المواطنين. انا هرقص ولا رايح مواصلات؟ من على جريدة المصري اليوم، رئيس الوزراء محلب بيقول جهاز إدارة الكهرباء بمصر من الأكفأ على مستوى العالم. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. استطلاع رأي على جريدة الشروق، 82% من المواطنين موافقون على الأداء السياسي للسيسي. من على جريدة التحرير، الراقصة لوسي بتقول أنا برقص وأنا حزينة وموجوعة على الشهداء. موقع مصراوي، مساعد وزير الداخلية لا يوجد تعذيب في السجون والخدمة أصبحت فندقية. موقع صوت الوطن، الراقصة دينا سأرقص كل خميس مجانا للعاملين بمشروع قناة السويس خدمة للوطن. العوالم جم. واحد اشترى عربية بالقسط، ولا معاه فلوس يسدد، ولا بيعرف يسوق، ولا معاه رخصة أصلا. أمال يا عم أنت عملت انقلاب ليه؟ مش عارف. طب أنت عارف يعني واخد البلد على فين؟ مش عارف. طب أنت بتفهم في أي حاجة؟ مش عارف. طب بتفهم في السياسة الداخلية؟ مش عارف. بلاش. بتفهم في السياسة الخارجية؟ لا 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 يا سيادة المشير، مش هعديها لك إلا السياسة الخارجية. كل حاجة بتتاخد قفش قفش إلا السياسة الخارجية والعلاقات مع بقية الدول، دي لازم تفريها. احنا ممكن نعمل لا قدر فئه مع الدنيا كلها. ايه المانع يعني؟ العلاقة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة زواج وليست علاقة ليلة واحدة. ليلة واحدة دي اللي هو قالها بالإنجليزي one night stand. one night stand دي بتتقال على العلاقات الجنسية العابرة. ادي يا عم آخرة العلاقات الدافئة. قلنا 1000 مرة يا جماعة، اللي يمسك البلد يبقى عارف هو ماشيها ازاي. وبعدين انت سيادة المشير اكيد مش هتسكت، اكيد يعني مش هتفضل ماسك الفوطة كده كتير، ده شرف مصر. ايه اللي حصل بقى في الاسطول السادس؟ الست وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون بتقول انه بالفعل الاسطول السادس الامريكي اتحرك بالقرب من المياه الاقليمية المصرية قبالة شاطئ الاسكندرية، ولكنه فوجئ بطيران. الكلام ده اول مرة حد يقوله، انه الطيران المصري حلق فوق الاسطول السادس الامريكي. عملوها الوحوش، عملوها الأبطال. طبعا في ناس بقى بتقعد تشكك في قدرات الجيش المصري وتقول لك يا عم ده اخره يعمل مكرونه وجبنه ومربى وصلصه والكلام ده. على فكره الجيش المصري عامل الصناعات دي مجرد تمويه، لكن هو في الحقيقه الجيش المصري خاربها. احنا عندنا السجون المصريه مليانه اسرى امريكان، وده مش مجرد كلام على فكره،
كله بالدليل. والضفادع البشرية الأبطال العظام المصريين تحت إشراف البطل الفريق مهاب مميش، ونزلوا تحت البوارج الأمريكية وطلعوا أسهروا قائد إحدى البوارج. How about you, ugly? You the captain? Trigger. Anybody moves, you shoot him right here in the forehead. You understand me? Yes, sir. وكان ساعتها جنرال مصري عظيم مش هقول اسمه اتصل بأوباما وقال له احنا مش عايزين نصعد، لو انتوا عايزين تصعدوا هنصعد. وقال له رسالة السيسي انه فورا الاسطول يبعد خارج المياه الاقليمية المصرية. لا بقى معلش، اعلام يوتيوب يختلف عن اي اعلام اخر. احنا هنا ما عندناش حاجه اسمها جنرال رفض ذكر اسمه، لا، كل حاجه عندنا بالدليل وبالاسامي. لاول مره في الاعلام العربي فقط في يوتيوب ومن مصادرنا الخاصه والسريه قدرنا نحصل على شكل واسم ونص مكالمه الجنرال المصري وهنذاعها. ومحدش يقول لي امن قومي والكلام ده، البرنامج ده ما فيهوش امن قومي ولا عندنا سقف. لاول مره وفي سبق اعلامي خاص بيوتيوب هنذيع نص المكالمه اللي تمت ما بين الجنرال المصري وهو بيهدد الرئيس الامريكي اوباما. Why did you intrude in X-Factor in Egypt? Look, I know. Washington seems more dysfunctional than ever. Why did you, Obama? What could I possibly talk about? Please, Obama, stop to help to the tourism group. The same problems come back again. But I have not given up. Shut up your mouth, Obama. لا بصراحة أوباما اتهان إهانة يعني ما حدش هنهاله قبل كده. بس برضه مش كفاية يا جماعة. العلاقة الدافئة اللي كانت ما بين مصر وأمريكا لسه ما بردتش. السيسي عنده حاجة لو عملها، يعني حاجة كده بس لو عملها هيذل العبد اللي اسمه أوباما ده. تقولي ايه للناس اللي بتقول ان السيسي جاي بعد انقلاب عسكري؟ ما ينفعش معاه غير حكم عسكري، رجل ذو خلفية عسكرية، رجل دولة، يكون لما يقع لما يعمل كده يرعب واحد زي الكلب أوباما، العبد أوباما. هم أقوى أسلحة الجيش المصري سلاح النحنحة. عارف أيها العبد أوباما، لو السيسي استخدم معاك السلاح ده هيحصل لك إيه؟ لو عايز تعرف حقيقة العلاقات الدافئة اللي ما بين السيسي وأمريكا لازم تسمع من الطرفين. معروف إن السيسي منيم أمريكا من المغرب. أوباما في موقف صعب بسبب انتخاب السيسي رئيسا لمصر. السيسي عاد في ثوب عبد الناصر وأذل أوباما، وحيث إن الفريق السيسي خلى أوباما ما يسوى ربع ريال. ليه بقى السيسي؟ لانه قفل التليفونات بتاعته، دي حته عظيمه جدا. يعني اوباما، طب اوباما هيسيبه ولا تشاك هيجل؟ حلو يا حلو. السيسي شاط اوباما وشله. تعال بقى نشوف أمريكا وإسرائيل وهم نازلين في السيسي شتيمة. هناك ارتياح كبير في إسرائيل من احتمال تولي عبد الفتاح السيسي سدة الحكم. Who's better for Israel, Abdel Fattah al-Sisi or Mubarak or maybe even Morsi? No, for sure, Sisi is much better than Morsi. فهو على اتصال مستمر مع إسرائيل، مع وزير الدفاع موشي يعلون، كذلك عموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية والأمنية. But there is no doubt for Israel, Sisi is much better than Morsi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dernières semaines, il a passé son temps au téléphone à discuter. Chuck Hagel, qui est Chuck Hagel? C'est le ministre de la Défense des États-Unis. هناك تطابق في المصالح، هناك علاقات استراتيجية، هناك تعاون عسكري استخباراتي بين إسرائيل لا بس يعني معلش، يعني
امريكا واسرائيل دول اعدائنا عمرنا ما هنصدقهم. دي اكيد خطه هم عاملينها بس عشان يشوهوا المشير السيسي. احنا نروح للمشير السيسي على طول. سياده المشير السيسي بصراحه ايه حقيقه العلاقات الدافئه اللي ما بينك وما بين امريكا؟ علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة استراتيجية مستقرة وثابتة. مش معنى إن في وقت من الأوقات حصل حالة من الارتباك ده معناه إن إحنا ما نقدرش ده. لا طبعا، إحنا محتاجين الدعم الأمريكي في مكافحة الإرهاب، محتاجين المعدات الأمريكية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب. يا جماعة سياسة الليالي الدافئة دي قايمة على شوية مصالح ما بين الجيش وأمريكا. وعلى فكرة مش الجيش المصري بس، كل الجيوش العربية ما بينها وما بين أمريكا علاقات دافئة كاملة. عندك مثلا الجيش المصري عايش على المعونة اللي بتجيله من أمريكا. بالعقل كده واحد كل سنة بيستنى سلاحه ودعمه ومعونته من أمريكا، يبقى مين اللي ذلل التاني؟ السيسي شاط اوباما وشله. يلا يا دي يا ابن السيسي انت وهو. الاسطول السادس الامريكي اتحرك. واكيد الجيش مظبط حاجه، مش معقوله هيسيبنا. طب لو أقدم على عزلك يا سيادة المشير أنت وقادة الجيش؟ احنا عندنا رجاله زي الذهب في القوات المسلحه. يرعب واحد زي الكلب اوباما العبد اوباما. أسهروا قائد إحدى البوارج. كان ارتياح كبير في إسرائيل من احتمال تولي عبد الفتاح السيسي. ممكن نعمل علاقات دافئة مع الدنيا كلها. وان نايت ستاند. حلوا يا السيسي شاط اوباما وشله. قناة يوتيوب ومساعدتكم بقت رقم 2 على مستوى مصر و8 على مستوى الشرق الأوسط. علشان كده عايزينكم تشتركوا معانا علشان نحقق مركز متقدم أكتر خلال الفترة الجاية. تحت الفيديو على طول هتلاقي موقع يوتيوب الجديد youtube.tv youtube.tv. يا ريت تدخلوا على الرابط بتاعه علشان هنحط عليه كل حلقاتنا الجديدة إن شاء الله، وهنحط عليه كواليس البرنامج وكل حاجة متعلقة بينا. اعمل لنا فولو على انستجرام، على تويتر، اشترك على فيسبوك، كل الروابط دي موجودة روابطها تحت الفيديو، واعمل شير للحلقة. اشوفكم الحلقة الجاية.